السلام عليكم. بعد ما حكيت على اغلب مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، لاحظت الفيديوهات الكل انه فما منصه قاعده تكرر اسمها في الكومنتات واللي هي الفيسبوك، واغلب الناس يقولوا اللي هي اسوأ منصه في تونس. فخلينا نمشي ونشوفوا الكلام هذا صحيح ولا لا. زعما تطلع اسوأ من التيك توك. ترجع ذكريات فين شفتني اول مره. باهي باش نكونوا واضحين، الطفل هذا اللي يحب يسترجع ذكريات ولا يحب يعرف وين شافوه العباد اول مره اصلا. الطفل هذا في محاوله يحب يصاد شويه فتيات، فماش ما تجي طفله مزيانه قرأت معها قبل تكتب له كومنتير تقول له وين شافته قبل ويمشي يحل معاها موضوع في الميسنجر. متاكد 1000% انها ما نجحتش معاه الفازه خاطر قديمه. من طفله لطفله البورتكلي فرحان. ها خونا اللي ما نجمش يحكي مع البنات يرمي على صاحبه في المعنى في الفيسبوك. تقرا معايا طفله مكلوبه ما يتعدى نهار الا ما تقرصني ولا تعضني. اي موجودين. اما لحظه يا اخي، مش انت نفسك من بكري اللي كنت متقلق من صاحبك كيفاش يحكي مع برشا بنات؟ يا ترى يعضوا فيك انت جمله. يعضوا فيه هو ترمي في المعنى على الطفل من بكري. راهي ب 3500 رتح روحك ورتحنا معاك بالله. بما انه تحل الموضوع نحب نعمل نداء زوز من الناس يقراوا معايا في الكلاس برسم ميمتكم. هاكم ريتوا ب 3500 نفس ضبابتك ونفسنا احنا معاك. راكم خنقتونا، انا ما عادش نحبوا نجيو نقراو نتاع اكثرش من هكا. عندي جمعه ما دخلتش في جرتكم يا اخي. زعما انا كراش شكون؟ ماكش كراش حد وما فما حد شي يتكراشا فيك وما فما حد باش يحبك. ترمي في اخر اوراقك واخر محاولاتك من فيسبوك يا نكره. كلاسنا في 24 واحد منهم 44 مش فاهمين المات. هذوما الناس طبيعيين حرفيا. العباد اللي يفهم المات معوقين جسديا ويعنفوا فيهم اسريا. حاسلوا اي انسان يفهم في المات مش طبيعي. وكانك تفهم في المات قاعد تفرج الفيديو خرج عليه من الشارع وما عادش توري وجهك لاني جمله. وما تحشمش على روحك تفهم في المات. كي نتعارك انا وياه ويقول لي كرهتني في البنات انا ولا لا نجم نتحمل ولا قلبي سي ما نجمش نتحمل الكرنجك ولا عاد نجم نمشي نقتل روحي ولا سي 47 بوسه على الصباح فمي طاح. والله نسكت خير انا نسكت. اللي تزرعي بيه في الفتنه ما بين الناس كان زرعتي بيه شويه نعناع تشربي بيه كويس تي يبرد لك اعصابك خير. ممصد عليك عليه الفيسبوك هكا في برا انت والببليكاسيون تاعك الماستر ما تعرفش كيفيه ما تمشيش يجي رجعي الدقيقه اللي ضيعتها من ناحيتي. وفما نوعية أخطر من هذوما، هي النوعية اللي تكتب كومنتيرات وما تهبط حتى شيء، واللي هما الرجال والنساء الكبار. هبط تصويرة ساعة ما يعرفوش يحطوا قلب ولا أي حاجة أخرى، طول يحطوا كالجيام هذيك الزرق. كومنتيراتهم كلها استغفر الله العظيم. مثال مرة هبطت تصويرتي جتني خالتي وترش حطت لي أنا توشني مطلوب مني نفهم منها التصويرة هذه. بعثت لي طفلة تبوس في قطوس من فوق. ولا مرة مهبط تصوير أنا والأولاد وكلنا مواهرين ودنيا واحد. خالت ناقة مامتي حطت لي صباح الفل. اما الحقيقه ديما يشبعوني انا بدعاء الخير ربي يحفظهم. كهو شباب هذا كان فيديونا اليوم. يبقى السؤال في اخر الفيديو، هل فيسبوك اسوأ منصه في تونس؟ لان الحقيقه نحسوا الجواب صعيب شويه. فما منافسه كبيره بينه وبين التيك توك. خليكم انتم تجاوبوا في الكومنتات. الناس اللي تعرفني تفرج في الشين تعرفني ان انا في العاده ما نحبش نطلب منكم تعملوا اي حاجه لايك لكومنتير لحد شيء، لكن المده ذا بالذات انا مستحقه. يمكن انت اللايك نتاعك ولا كومنتيرك تشوفوا انه ما ياثرش، لكن هذاك عنده تاثير كبير. وكما كنا نقولوا برا عاد اخرج احشم على روحك. توقعت في اخر الفيديو وصل لهنا. تو علاش معناها شنو متوقع انه باش يصير معناها.